أنا نحب نرجع للشهادة اللي تفضل بها الآن رئيس جمعية الفنانين التشكيليين، واللي جزم بأنه لا وجود لأي لوحة تنال من قدسيات هذا الشعب. وأنا نقول لكم أنا كمسلم وكحاج، لو شفت في هذا المعرض ما يتحرش بالإسلام من قريب أو من بعيد كنت نكون في مقدمة الناس اللي ندوا به. وهذا كلام مش نقوله الآن. احنا لما وقع تناول في نقاش بين سي محمد الطالبي والشيخ مورو للسيدة عائشة بكلام ما يجوزش، خرجنا بيان نستنكر فيه ذلك. احنا وقت الرسوم الكاريكاتورية على الرسول صلى الله عليه وسلم كنا الحزب التونسي الوحيد اللي خرج في تونس بيان يندد بتلك الرسوم. احنا ناس معروفين بتمسكنا بالهوية العربية الإسلامية. أنا نسأل سي زيتون، احنا من الناس اللي دعمنا تجفيف المنابع متاع بن علي. احنا 6 أشهر جريدة الموقف تقاوم التوجهات الثقافية اللي تقرت عام 89 والصحيفة موجودة إلى حد الآن. احنا كنا ندافع على الحل الأمني والقمعي تجاه الإسلاميين. أنا دخلت السجن عام 87 بسبب دفاعي على حركة النهضة، كانت اسمها حركة الاتجاه الإسلامي. بعد القطيعة بيني وبين بن علي ما عدا كان السبب هو رفضي للسياسة الأمنية تجاه الحركة الإسلامية. احنا قمعيين، احنا ناس قمعيين، وقفنا مع قانون الإرهاب. جريدتنا ومقراتنا كانت تحت ضمن الندوات تلو الندوات لإدانة هاك القانون والمطالبة بالتخلي عليه. شخصيا دفعت في كل القضايا اللي كانوا فيه مناظري حزب التحرير ومناظري حزب الجبهة الإسلامية ومناظري والناس اللي تورطوا في قضية سليمان. اليوم تجي تقول لي احنا نطالبوا بالقمع. احنا ما نطالبوش بالقمع، احنا نطالبوا بالحوار مع كل مكونات المجتمع بما فيها السلفيون، ولكن نطلب من السلفيين ومن كل مكونات المجتمع السياسي أن تنضبط للقانون، أن تتوخى الحوار، ألا ترفض إرادتها على الناس. أنا أقول لك شخصيا كمواطن مش كسياسي، يسيئني أن النخبة السياسية تجتمع باش تتخاصم وتتنابز وتتبادل التهم، وخاصة إذا كانت تهم باطلة. أنا أفترض فيكم وفي كل إنسان الصدق وحسن النية، وخاصة بالنسبة للناس اللي يجعلوا من الإسلام مرجعيتهم. فلذلك أطلب منكم أن تتوخوا الحقيقة. سئلتم ما هي اللوحة اللي الآن مثيرة الفتنة، يجب أن تجيبوا. مش ممكن غدوة تدعيوا الشعب التونسي للخروج في مظاهرة نهار الجمعة وانتم ما كنتش عارفين شنو هي اللوحة. وزير الثقافة ما يعرفش شنو هي اللوحة، وزير الشؤون الدينية ما يعرفش شنو هي اللوحة، وزير الداخلية ما يعرفش شنو هي اللوحة، وتناديوا الشعب التونسي للتظاهر. نعملوا مظاهرة من أجل الإسلام، لكن مش في فتنة بين بعضنا البعض بدعوى أنه وقع التعدي على الرسول أو وقع التعدي على الذات الإلهية. إذا وقعت الكلنا مع بعضنا ضدها، لكن قولوا لي خليني نعتذر للشعب التونسي إذا كان أخطأت، لكن أرجوكم توخاوا الحق، توخاوا الحق مع شعبكم.